قدرت كوريا الجنوبية إنها تكون من أغنى الدول داخل قارة آسيا والعالم، وده بعد تقسيم شبه الجزيرة الكورية سنة 1948. والناحية التانية ما قدرتش كوريا الشمالية تتخلص من الفقر وتسلط النظام الشمولي. أنا محمود ممدوح ودي قناتي على يوتيوب، والنهاردة هتكلم عن كوريا الجنوبية. لكن قبل ما أبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على النبي في خانة التعليقات. أسست جمهورية كوريا الجنوبية سنة 1948، وأخذت دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، واللي أيدته الأمم المتحدة بعد ما تعرضت لغزو عسكري من الشمال سنة 1950. واستمرت الحرب الكورية لسنة 1953 بدون أي حل أو تفاوض، وده معناه إن الكوريتين لسه في حرب لحد النهاردة، يعني بقالهم 76 سنة. ومن اللحظة دي كوريا الجنوبية بتركز أكتر على التقدم التكنولوجي والصناعي، وتتحول من بلد فقير حياتهم حروب مع الشمال لقوة اقتصادية عظمى في العالم. وتتميز كوريا الجنوبية بثقافتها المميزة عن باقي دول العالم من حيث الأكل واللغة وحتى طبيعة المجتمع. وتعداد كوريا الجنوبية أكتر من 51 مليون نسمة، والعاصمة هي مدينة سيول، وعدد سكانها أكتر من 10 مليون نسمة، ومساحتها 100 كيلو متر مربع، يعني مصر أكبر منها ب10 أضعاف. طب لو جينا نتكلم عن أكل في كوريا الجنوبية، فهي عندها تنوع كبير في المأكولات، وأشهر أكلة هناك هي الكيمشي، وبتتكون من الكرنب المخلل مع التوم والفلفل الأحمر الحراق. ويعتبر الكيمشي من الأطباق الأساسية في المطبخ الكوري، وبيتقدم كطبق جانبي أو رئيسي. وكمان من المأكولات المشهورة في كوريا هو البيمبيمباب، وبيتكون من الرز مع الخضار أو اللحمة أو الفراخ أو السمك وصلصة الصويا. وفي أكلة مشهورة هناك كمان اسمها البلوجوجي، وبيكون عبارة عن لحم بقري متقطع ومشوي. وكمان في أكلة مميزة هناك اسمها الجاجونج مين، ومكوناته بسيطة، عبارة عن مكرونة مع صلصة لونها أسود مستخرجة من زيت الصويا، ويعتبر من أشهر الأطباق في كوريا. وطبعا مش هنسى النودلز الكورية، ومش محتاج أشرح لك مكوناتها عزيزي المشاهد. وآخر طبق معانا هو الكيمباب، وهو شبه السوشي الياباني تقريبا، وبيتكون من رز مع النوري اللي هو ورق الطحالب يعني، وبيضاف معاهم الخضار أو اللحم أو السمك. وده جزء صغير من المطبخ الكوري. لو حابب أعمل حلقة أتكلم فيها بشكل أكبر عن المطبخ الكوري قولي تحت الفيديو في خانة التعليقات. كوريا الجنوبية مصنفة العشرين على العالم من حيث السياحة، وبيزورها سنويا 11 مليون سائح. ومن أشهر المعالم السياحية في كوريا الجنوبية هي العاصمة سيول، واللي فيها أكتر من 17 معلم سياحي. أبرزهم المتحف الوطني الكوري ومتحف سيول التاريخي، وشوية قصور مشهورة أبرزهم قصر كيونج بوك وتشانج توك. واللي حابب الطبيعة أنصحه يزور قرية نام سان التقليدية، وحديقة نهر الهان، وحديقة تونج تي. ومن أهم المدن اللي بيزورها السياح برضو مدينة كيونج جو، والمدينة دي بيزورها السياح بسبب إنها كانت العاصمة لمملكة شيلا القديمة. ومن أبرز المعالم فيها قرية يانج تونج، وبتتميز بشكل البيوت القديمة فيها. وآخر معلم سياحي معانا هو جزيرة كيجو، واللي بتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة، وبتختلف اختلاف كامل عن باقي كوريا. الجزيرة دي لوحدها بيزورها أكتر من 7 مليون سائح سنويا، ويعتبر كهف يونج إم وجزيرة أودو وقلعة الزجاج من أبرز معالمها. ومش بس بتتميز كوريا الجنوبية إنها من رواد الصناعات التكنولوجية في العالم، لكن برضو مميزة في الفن والتمثيل. على سبيل المثال مسلسل لعبة الحبار أو سكويد جيم، اللي حصد أعلى نسبة مشاهدة على نتفليكس في وقت نزوله بنسبة مشاهدة تخطت 1.5 مليار مشاهدة. وأعمال فنية تانية كتير. تعتبر كوريا الجنوبية من البلاد اللي ليها تاريخ حافل على المستوى الرياضي، ولما اتكلم عن الرياضة فطبعا لازم نذكر الساحرة المستديرة. المنتخب الكوري من أقوى المنتخبات الآسيوية في قارة آسيا، وفاز ببطولة آسيا مرتين. وشارك المنتخب الكوري في نهائيات كأس العالم 11 مرة، وهو صاحب الرقم القياسي كأكتر منتخب آسيوي شارك في البطولة. وكمان هو صاحب أفضل إنجاز لمنتخب آسيوي في المونديال لما حقق المركز الرابع في مونديال 2002. وبكده نتعلم إن الحرب ممكن تكون دافع للشعوب إنها تخرج الحس الإبداعي عندهم، وإن حتى لو الدولة في حالة حرب ممكن بعزيمة الشباب وبدعم الحكام إنهم ينهضوا ببلادهم ويحولوها من بلد فقير بسبب الحرب لأمة عظيمة مبدعة ومتقدمة، بس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. وده هنلاحظه لو عملنا مقارنة بين جارتها كوريا الشمالية. وبس كده، ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. أتمنى تكون استمتعت واستفدت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وتقولي أتكلم عن إيه الفيديو الجاي في خانة التعليقات. أنا محمود ممدوح ودي قناتي على يوتيوب.